الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على رسول بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، ألا وهو سيدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم إليكم في هذه الموعظة القيمة عن الزوج الذي يقول لزوجته: أنت حرام علي. ما حكم الشرع في هذا القول؟ لو قال الزوج لزوجته: أنت حرام علي، لو تلفظ هذا الزوج بأن في نيته الطلاق، طلقت هذه الزوجة. وإذا كان في نيته غير الطلاق، عليه كفارة اليمين، فيطعم هذا الرجل أو هذا الزوج 10 مساكين. وإن شاء الله تبارك وتعالى في المواعيظ القادمة أتكلم إليكم عن كفارة اليمين. المهم، في هذه الموعظة أردت أن أوضح لكم الذي يقول لزوجته: أنت حرام علي، لو كان في نيته الطلاق طلقت الزوجة، وإذا أراد أن يردها إلى ذمته لا يقول لها: راجعتك لذمتي، لأن الطلاق هذا لا يكون رجعيا، وإنما المرأة بانت من هذا الرجل، أي بينونة صغرى. إذا أراد أن يردها إلى ذمته فعليه بعقد جديد ومهر جديد وشاهدين، لأن الذي يطلق زوجته بكلمة حرام، هذه الزوجة بانت من هذا الرجل بينونة صغرى، عقد جديد ومهر جديد وشاهدين. هناك من يقول لزوجته: أنت طالق، فهذا الطلاق رجعي. ولكن لو قال الرجل لزوجته: أنت حرام علي، فهذه الزوجة بانت من هذا الرجل، لا يجوز أن يردها باسم الرجعي، كلا، إذا أراد رجوعها عليه بعقد جديد وبمهر جديد وشاهدين. أيها الأحبة، وضحت لكم هذه المسألة حتى لا يتلفظ الإنسان بألفاظ الطلاق. وفي نفس الوقت إذا قال لزوجته: أنت حرام علي، والزوج ليس بنيته الطلاق، فقط تلفظ بكلمة بين قوسين حرام، أنت حرام علي، فيدفع كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين. إذن هنا ننظر إلى نية هذا الرجل عندما يقول لزوجتي: أنت حرام علي. لو كان في نيته طلاق طلقت الزوجة، أو ليس في نيته طلاق، فهنا يدفع كفارة اليمين، أو عليه كفارة اليمين. وإن شاء الله تعالى سوف نوضح لكم في مواعظ أخرى ما هي كفارة اليمين. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. أخوكم الشيخ
قيس فؤاد الحنفي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.